في يوم الملحن بليغ حمدي كان مفلس جدا، فراح للشاعر عبد الرحمن الخميسي عشان يستلف منه فلوس، والخميسي اصلا هو كمان كان مفلس. فقال له بقولك ايه يا بليغ، ما تقلقش هنتصرف. وراح واخد بليغ وراح على مها صبري، وكانت لسه مها مطربة جديدة بتحلم بالشهرة اللي تخليها في حتة تانية خالص. فالخميسي قال لها انا مألف اغنية ليكي وبليغ ملحنها لك وهنوديها الاذاعة وهتكسر الدنيا. مها سمعت كده قالت له بس هي فين الاغنية دي؟ طبعا لا الخميسي مألف ولا بليغ ملحن حاجة اصلا. وفجأة سمع في البيت اللي جنب بيت مها بنت بتقول لأمها زوقيني يا ماما اوام عشان خطيبي جاي دلوقتي. راح قايل لها ما تزوقيني يا ماما اوام يا ماما، ده عريسي هياخدني بالسلامة يا ماما. وقال لبليغ سمعها اللحن يا بليغ. راح بليغ باصص له باستغراب وقال له لحن ايه؟ وراح ماسك العود وفضل يدندن والخميسي يألف نص ساعة والأغنية كانت خلصانة. وراح واخد أجرة التاكسي من مها وجري على الإذاعة مقدم الأغنية واخد العربون واداه البليغ عشان يفك زنقته. مها صبري تاني يوم كان بتغني الأغنية في الإذاعة. صحي بليغ حمدي والخميسي من النوم لقوا الدنيا مقلوبة في مصر، والأغنية بتتذاع كل 5 دقايق بناء على طلب الجماهير، وبس بقت أشهر أغنية للأفراح في مصر. واتشهرت مها صبري الشهرة اللي كانت بتتمناها. ما تزوقيني يا ماما اوام يا ماما، 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 ده عريسي هياخدني بالسلامة يا ماما.